السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الملكي ريال مدريد. تشكيلة الريال المتوقعة أمام ريال أوفيدو اليوم: حيرة ألونسو قبل مواجهة أفيدو. غولر يتحدى الصعاب في هجوم ريال مدريد. عرض توتنهام الثاني من أجل نيكو باز وموقف اللاعب. من قال بأن مشاركة الريال في المونديال كانت ضارة له، على العكس. ليس فينيسيوس أو رودريغو اللاعب الذي يمثل مشكلة لألونسو. احتفال امبابي الغريب في تدريبات ريال مدريد. الحال الوحيد أمام ريال مدريد التعاقد مع آدم وارتون. رودريغو يحسم مستقبله مع ريال مدريد. الكلمة الأخيرة لريال مدريد في مستقبل نيكو باز. 4 غيابات قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة أوفيدو. أرقام ريال مدريد مع حكم مباراة ضد أوفيدو. لا تنسوا عمل لايك لهذا الفيديو دعما لنا، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تشكيلة الريال المتوقعة أمام أوفيدو. كشفت صحيفة الموندو عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام ريال أوفيدو في الجولة الثانية من الليغا، والتي سيحاول خلالها تشابي ألونسو الحفاظ على نغمة الانتصارات. هذا وقد تألفت التشكيلة من كورتوا، أرنولد، ميليتاو، هويسين، كيريروس، غولر، تشاوميني وفالفيردي، إبراهيم دياز ومبابي وفينيسيوس. حيرة ألونسو قبل مواجهة أوفيدو. ظهر الجدل حول الجناح الأيمن في تشكيلة ريال مدريد أمام أوفيدو بثنائي أو بثاني جولات الليغا، حيث يتنافس اللاعبان إبراهيم دياز وفرانكو ماستانتونو على المشاركة في التشكيلة الأساسية لتشابي ألونسو. القرار النهائي سيتضح مع إعلان التشكيلة قبل انطلاق المباراة، فيما يعد فرانكو هو الأقرب حتى الآن في ظل الأداء المميز الذي صاحبه في أول ظهور له بقميص الريال أمام أوساسونا. غولر يتحدى الصعاب في هجوم ريال مدريد. كما يبدو واضحا أن أردا غولر لم يضيع الوقت بعد انتقاله إلى مركز القيادة الهجومية في ريال مدريد. الشاب التركي الذي يبلغ من العمر 20 عاما فقد وجد نفسه فجأة أمام مسؤولية ضخمة بعد أن انتقل في أشهر قليلة من لاعب احتياطي إلى أحد الأعمدة الأساسية في الفريق. النادي والمدرب منحه الثقة الكاملة ليكون محور اللعب ولتتجه أنظار زملائه إليه عند بدء الهجمات، وأرضى استجاب لهذا التحدي بإظهار شخصيته وقدرته على التوزيع والسيطرة على الكرة. في مواجهة أوساسونا الصعبة على ملعب البرنابيو، تولى غولر زمام الأمور وحاول تحريك الكرة من الجهة الأخرى لإرباك الدفاع وخلق مساحات لتمريرات حاسمة، وأظهر تحسنا ملحوظا في الحفاظ على الكرة دون فقدانها. ومع ذلك لم يتمكن بعد من زيادة سرعة لعبه بما يكفي لاختراق دفاع كثيف مثل دفاع أوساسونا، كما يحتاج لتحسين المزج بين التمريرات القصيرة والطويلة لمفاجأة المنافسين وإعطاء الزملاء أفضلية. باختصار، يبدو غولر مستعدا، لكن الطريق أمامه ما زال مليئا بالتحديات. عرض توتنهام الثاني من أجل نيكو باز وموقف اللاعب. أكد الصحفي دي مارزيو أن نادي توتنهام تسبير قدم عرض ثاني لنادي كومو الإيطالي من أجل التعاقد مع نيكو باز. توتنهام قدم عرضا بقيمة 50 مليون يورو لضم باز، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة. الصحفي أشار إلى أن اللاعب يميل إلى لعب موسم آخر مع كومو على أمل العودة إلى ريال مدريد في الموسم القادم. من قال بأن مشاركة الريال في المونديال كانت ضارة له. رأي خاص بالصحفي فرناندو بوغرس عبر إذاعة أون ذا ثيرو: كأس العالم للأندية كان مفيدا للغاية للمدرب تشابي ألونسو. لولا تلك الأسابيع من التدريب لكانت الأمور مختلفة الآن. هي إشارة منه إلى أن تلك الفترة التي قضاها ألونسو مع الريال خلال المونديال منحته الفرصة لفهم لاعبيه وإيصال أفكارهم لهم، وما جعل الفريق منسجما مع بعضه في بداية هذا الموسم، بغض النظر عن الحالة البدنية للاعبين والتي سوف تتحسن مع مرور الوقت. ليس فينيسيوس أو رودريغو اللاعب الذي يمثل مشكلة لألونسو. يواجه تشابي ألونسو تحديا كبيرا في مباراة ريال مدريد ضد أوفيدو، لكن المشكلة ليست في فينيسيوس جونيور أو كيليان امبابي، بل في خط الدفاع. مع عودة روديغر من الإيقاف وأداء ميليتاو القوي إلى جانب ديان هويسين، أصبح اختيار التشكيلة المثالية مع عضلة المدرب البلجيكي. فقد أكد ألونسو بعد الفوز على أوساسونا الماضي: ميليتاو أو رودريغو من يستحق المشاركة فليلعب. احتفال امبابي الغريب في تدريبات ريال مدريد. استعد ريال مدريد لمباراة اليوم أمام ريال أوفيدو ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، وخلال الحصص
التدريبية أو الحصة التدريبية المخصصة لوسائل الإعلام، أدارت شابي ألونسو سلسلة من التمارين التي شملت تقسيم الملعب والتسديد على المرمى الصغير، وخطف كيليان امبابي أبرز لقطات تلك الحصة التدريبية بعد تسديدة الكرة وتسجل هدفا. سقط امبابي أرضا بطريقة مفاجئة قبل أن يؤدي احتفالا غريبا أثار ضحك زملائه في ريال مدريد. رودريغو يحسم مستقبله مع ريال مدريد. أكد الصحفي ألفارو استيبان أن نجم البرازيلي رودريغو لا يزال مصرا على الاستمرار مع ريال مدريد، متمسكا برغبته في كسب ثقة المدرب تشابي ألونسو والحصول على دقائق لعب أكثر. وأشار المصدر أن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام أوفيدو ستكون حاسمة لرودريغو في إثبات جدارته وإظهار إمكانياته أمام الجهاز الفني، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل الفريق. ويمتد عقد رودريغو مع النادي الملكي حتى عام 2028، ويطمح اللاعب في مثل العديد من زملائه إلى الوصول لكأس العالم 2026 في أفضل حالاته البدنية والفنية لتعزيز فرصة على المستوى الدولي. الكلمة الأخيرة لريال مدريد في مستقبل نيكو باز. وفقا للصحفي خوسيه فيليكس دياز، فإن نادي كومو يمكنه قبول أي عرض مقدم من أجل الأرجنتيني نيكو باز، غير أن الكلمة الأخيرة ستبقى بيد ريال مدريد الذي يحتفظ بحقوق مهمة في عقد اللاعب. وأشار المصدر إلى أن نادي توتنهام تسبير جدد اهتمامه بضم باز خلال فترة الانتقالات الحالية، ما يفتح الباب أمام صراع محتمل على مستقبل اللاعب. 4 غيابات قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة أوفيدو. أعلن المدرب تشابي ألونسو عن قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة أوفيدو اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى كورتوا، لونين، وسيرجيو وميستيري. خط الدفاع كارفاغال، ميليتاو وألابا وترينت أسينسيو وكيريراس وفران غارسيا ورودريغو وهويسين. خط الوسط فالفيردي وتشاوميني أردا غولر وسيبايوس وتياغو بيتارش. الهجوم فينيسيوس جونيور وامبابي ورودريغو غونزالو وإبراهيم دياز وماستانتونون. الغيابات ما زال جود بلينغهام وإندريك وكامافينغا وفرلاند مندي في الغيابات. أرقام ريال مدريد مع حكم مباراته ضد ريال أوفيدو. قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم ريكاردو دي بورغوس لإدارة مباراة أوفيدو وريال مدريد التي ستقام اليوم ضمن منافسة الجولة الثانية من بطولة الليغا الساعة 10:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر. فيما يلي أرقام ريال مدريد مع هذا الحكم: أدار دي بوغروس 26 مباراة لريال مدريد من قبل، فاز ريال مدريد في 17 مباراة وخسر في 5 مباريات، تعادل في 4 مباريات. أشهر 48 بطاقة صفراء للاعبي ريال مدريد، وأشهر 4 بطاقات حمراء لريال مدريد. في ختام الملخص لا تنسى عمل لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.